أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة سادة الكرام. أسعد الله أوقاتكم سادة الكرام متابعينا بكل مكان، أهلا وسهلا بكم. هنا مسك الختام، هنا الرحلة الأخيرة بدور المجموعات خليجي 25 هنا في البصرة، هنا في العراق. يا السادة يا كرام، هنا عراق التاريخ والنهضة والأمجاد، عراق الآداب والعلماء والعلم والتاريخ التي يمتد لسنوات على مر الأيام والسنين. فعندما تأتون إلى البصرة اسألوا عن تاريخ البصرة، لماذا سميت البصرة نسبا لحسن البصري. ندخل لمجريات مباراة الكويت والبحرين، الرحلة الأخيرة، الجولة الثالثة من المجموعة الثانية. مباراة مفصلية لا تقبل القسم على اثنين، سيف ذو حدين. والآن أتأول الأهداف بكرة تكتيكية جماعية بمنتهى الجمال. شوف 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 شوف، عرضية وباص جميل بمنتهى الجمال. ضرب الدفاعات الكويتية وسجل الامتياز للكتيبة البحرينية. جول 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 جول. الله على أبناء المنامة، ينيمون الدفاعات الكويتية ويحققون الأسبقية للكتيبة البحرينية. مشاهدينا الكرام، متابعينا بكل مكان عبر منوعات الرياضية، الفرصة الثانية بباص وببينية، يا سلام، لكن تألق سليمان عبد الغفور. شوف، نعم، بضربة حرة مباشرة كانت البينية ضربة الدفاعات الكويتية، لكن تألق بالزفير الأخير سليمان عبد الغفور. انطلاقة بحرينية الآن، يا سلام، بمنتهى الجمال، وهي سرعة وامتياز، وهي باص. لماذا الأخطاء الدفاعية الابتدائية للدفاعات الكويتية؟ كنتم أن تدفعون الثمن غالي يا سادة يا كرام. شوف شوف، تسديدة نووية رصاصية غير عادية بالملاعب الكروية، يا سلام. وتحولت الكرة لخارج أرضية الميدان. ما هو القرار؟ كورنر ولا ركلة مرمى؟ لا أشاهدها أمامي صراحة، لا والله، ركلة مرمى، لا والله، ركلة مرمى. وتعود كرة بحرينية بعد الأخطاء الدفاعية الكويتية القاتلة، لكن سليمان عبد الغفور خط التماس للحدود الكويتية ويذود عن المرمى الكويتية كما يجب. منقذ الكويت، السد المنيع المبدع الفنان سليمان عبد الغفور، يا سادة يا كرام. وهذه أول كرة خطيرة للكتيبة الكويتية، نعم، منظمة جماعية، باص طويل، وبعد ذلك أتى الاستقبال بكل امتياز والتعويض والكروس كما يجب والراسية، لكن الخروج الخاطئ يدفع ثمن الكتيبة البحرينية، نعم، وسوء تمركز المدافعين والخروج الخاطئ من الحارس البحريني، يا سادة يا كرام، من محمد السيد جعفر. رغم أن خبرة، لكن يخونك التقدير بمثل هذه الكرة. ونعم، طباع الشوط الأول، البحرين تلعب وتسيطر وتهيمن، والكويت بهجمة واحدة لا تقدر مكر الكويت أتى هدف التعادل.
والشوط الثاني بداية بحرينية، انطلاقة بحرينية بمنتهى الجمال، لكن التسديدة كانت ليس كما يجب باللحظة الأخيرة. وبالتسديدة الثانية مشاهدينا الكرام، كويتية الآن، يا سلام، بانطلاق بهجمة، نظموا هجمة بمنتهى الجمال، وكان انطلاق به سرعة ومهارة وإبداع. شوف أي انطلاقة يا الكتيبة الكويتية، أي جماعية، أي جملة تكتيكية، لكن الدفاعات البحرينية وقفت بوش الكتيبة الكويتية. محمد السيد جعفر يوجه الآن لسان حال لاعبين أغلقوا الحدود، لا نريد هدفا ثاني ونغادر البطولة. هيك لسان حال للاعبين، أنا أناجيكم، أو يقول لهم البحرين تناجيكم وأنا أناديكم يا إخوان اللاعبين. مرتدة بحرينية لكن لا تكمل، تعود كويتية الآن. سجل الشوط الثاني ما بين المنتخبين، فرصة هنا أو سجال عراك ما بين اللاعبين بجميع أرجاء الملعب، وبالأخص ما بين قوسين في وسط الميدان. يا سادة يا كرام عبر منوعات الرياضية، حياكم الله سادة الكرام متابعينا بكل مكان. الكويت والبحرين يا سادة، هدف لهدف، هذه النتيجة. وهناك تقدم الإمارات بهدف دون مقابل، هذه النتيجة حتى الآن. تصعد البحرين وقطر. نعم يا سادة، تكمل، يلا كويتية البحرينية بأول الندهات تعود. يا سلام على الامتياز للكتيبة الكويتية وعلى التفوق. مشاهدينا الكرام، ما هذا التفوق يا ولدي، ما هذا الامتياز يا ولدي، يا سلام، أنت بمنتهى الجمال. دفاعات كويتية صارمة في منتهى الجمال يا سادة يا كرام. حسابات المجموعة حتى الآن، صدارة بحرينية ب7 نقاط، المركز الثاني قطر 4 نقاط، الكويت 4 نقاط، والإمارات 3 نقاط. حتى الآن النتائج كما ذكرت، وحتى الآن تتأهل البحرين وقطر. كارت أحمر، الكويت لا ينقص ذلك. الكويت كالغريق الذي لا يخشى البلل، لكن قتلته يا أيها الحكم بهذا الأحمر. أنا أعتقد ما فيها أحمر. ارجع لتقنية كان يجب عودتك لتقنية AVR. لماذا كسرت قشة بعير منتخب الكويت؟ على كل حال، بحرينية الآن القرار أنقاذ الميدان ونبقى بالملعب وبالكرة. مشاهدينا الكرام، جملة تكتيكية بمنتهى الجمال، جماعية كروية مذهلة يا سادة يا كرام. الله على أبناء البحرين، أبناء المنامة، ينيمون الدفاعات الكويتية بخبر كان ويضعونهم بثبات عميق ويحققون الامتياز والمراوغات والفنيات بأرضية الميدان. ردة فعل الكويت في تسديدها كما شاهدنا مشاهدينا الكرام متابعينا بكل مكان. يا سلام على الإبداع الكويتي، يا سلام على بعض المحاولات الكويتية يا سادة يا كرام. نعم بكل تأكيد مشاهدينا،
الآن بحرينية. أوه، لأبناء المنامة. وهنا بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، الكل يبحث عن بريقة، من سوف يصعد ويعود بالطيارة لأرض وطنه أو لأرض الوطن. علي مدن، هل يعبد الطريق للكتيبة البحرينية وتمتد المسيرة بخليج 25 البصرة 2023 هنا بأرض الرافدين 2023 بأرض حسن البصري 2023 بأرض العراق 2023. وهذا ما كان مشاهدينا الكرام. نعم، تتعادل الكويت أمام البحرين، لكن كان تعادل. لا يستحق الصراحة البحرين أنه كان أفضل، لكن الكويت لعب زون دفاعي وتقارب خطوط وربط الوسطي مع الدفاع، أو تقارب خطوط وزون دفاعي وزون ديفرانس مع الهجمات المرتدة. نعم، لكن التعادل يصعد بالبحرين ويقصي الكويت كما هناك رغم فوز الإمارات، أو نعم تعادل الإمارات وقطر هدف لهدف، والذي كانت منقولة عبر قناة منوعات الرياضية على الصفحة على الفيسبوك بالشير. لكن الآن راح أعلق لكم عليها بالجيست بملخص كما كانت مباراة. هناك البحرين والكويت على اليوتيوب مشاهدينا الكرام، لكن ليس بخاصية اللايفات. أنا لسه تحت 1000 مشترك، لسه القناة جديدة مشاهدينا الكرام على اليوتيوب، وهي القناة بشكل عام حديثة العهد على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب دعمها عشان نعلق مشاهدينا الكرام لايفات على اليوتيوب، كما نعلق على صفحة القناة على الفيسبوك وعلى الانستغرام بإذن الكريم. ندخل لمجريات الإمارات وقطر الذي بملخصها مشاهدينا الكرام متابعين بكل مكان، ملخصها كان على النحو التالي. نعم، وبعد تعادل هناك البحرين والكويت هدف لهدف، وتعادل قطر والإمارات هدف لهدف، مشاهدينا صعدت عن المنتخبات التالية: قطر أو البحرين بالصدارة 7 نقاط، وقطر القطر العنابي 4 نقاط، فارق أهداف عن الكويت، ثالثا 4 نقاط، وأخيرا الإمارات نقطة. وهذا القسط على النحو التالي. راح أقرأ لكم الآن على النحو التالي هذا القسط: قطر والإمارات. مباراة مفصلية مشاهدينا الكرام، سيف ذو حدين، مفصلية ما بين الفريقين. لمن سوف تبتسم، للأبيض الإماراتي أم للعناب القطري؟ من سوف يصعد، البحرين وقطر، أم الكويت، أم البحرين والإمارات، أم الكويت تصعد برفقة البحرين؟ ننتظر، دق الباب، تسمع الجواب بعد انتهاء دقائق 90. هنا قطرية يا سادة. يا سادة، ما هذا؟ لكن خالد عيسى الفنان بأجمل مكان، ابن العين الإماراتي بعين ثاقبة، يتصدى ويبعد كرة ذهبية للفرقة وللكتيبة القطرية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الآن، يا سادة يا كرام، يا سلام، يا الله، يا الله، يلا يا ولدي، يا سلام.
ما هذا، تعود قطرية، والدفاعات القطرية كانت شرسة وعدت الكرة بكل امتياز. تبقى قطرية بوسط الميدان للعناب القطري لأبناء الأدعم. مشاهدينا الكرام، هنا عبر منوعات رياضية انطلاقة قطرية. يا سلام على القتالية القطرية والشراسة القطرية والكونتراكات والسرعة بكل امتياز. جو 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 جو. كنا نقول يكتاقول يكتاقول يكتاقول، لكن عدت بغرابة لخارج أرضية الميدان. وحسرة المدرب البرتغالي وعصبيته وشد أعصابه واضحة. يا عيال الأدعم القطري، شوف 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 أي كرة ضيعتها يا منتخب قطر، أي كرة ضيعتها يا منتخب قطر، أي كرة ضيعتها يا منتخب قطر. يا سلام، يلي اللي مثل لونك ما حضر الأدعم القطري بطل آسيا. يا سادة يا كرام، أمام الأبيض الإماراتي عيال أو أحفاد زايد وأحفاد خليفة وعيال محمد، حفظهم الله جميعا، وحفظ الله جميع الحكام العربيين بكل مكان. نعم، ينتهي الشوط الأول بمباراة سجال، فرصة هنا فرصة هناك. مباراة شاهدنا بها كل شيء بكرة القدم، شاهدنا التكتيك وشاهدنا كرة القدم. نلقاكم مع أحداث الشوط الثاني. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. أحداث الشوط الثاني عدنا لكم من جديد لمباراة شاهدنا شوط أول به كل شيء من الألف إلى الياء بكرة القدم. نعم، شوط ثاني مثير حامل وطيس، شوط ثاني لا يقبل القسم على اثنين، مفصلي تكسير عظام ما بين الفريقين. نعم، شوط ويبداها الإمارات بأول الكرات بجملة تكتيكية وقتالية وجماعية، يهدد المرمى القطرية بأول الكرات. نعم، تعود بكونتراكات، يفتك الدفاعات القطرية كونتراكات الآن بالأمام. نعم، الآن بوسط الميدان وسعى أن يضربه إلى الأمام بالأمام. عدى من لاعبين ورقصهم بالتلفون يا حبيبي، بالتلفون رقصهم رقصهم يا جدع. دوخ الدفاعات الإماراتية الولد، ويرد عليه حارب ولد الإمارات المحارب بسرعة وامتياز. أين المراقبين؟ مفتوحة أمامه، مفتوح أمام الملعب القطري والحدود القطرية، لكن تداركوا هذا الخطأ الكتيبة القطرية وعادوا بكونتراكات بشوط ثاني. يا سلام، ما هذا الجمال الكروي بشوط ثاني بديع وبمنتهى الجمال. فرصة هنا وفرصة هناك. مباراة سجال وشوط ثاني سجال ما بين الفريقين. احذروا على الواقف هذا الشوط، لا تجلسوا على مقاعد المدرجات. يا سلام، نعم، مباراة مفتوحة، فرصة هنا وفرصة هناك، لكن لا يوجد التنظيم الهجومي للكتيبة الإماراتية. نكون واقعيين، الكتيبة القطرية كتيبة قطر بتنظيم هجومي أعلى. مشاهدينا الكرام، هذا هو تيغالي بانطلاقة واختراق داخل منطقة العمليات، ولوج ورق واخترق بسرعة وامتياز، لكن الباص كان للاعب الإماراتي حارب، لكن ما كان هذا المحارب الإماراتي الكروي مش كما يجب، باستقبال خاطئ وضيق عليه المساحة المدافع القطري، وعندما لف ودار ما لقى المشوار نحو المرمى القطرية. فرصة من جديد إماراتية، لكن ضعف التنظيم الهجومي كما ذكرت. مشاهدينا الكرام، عبر منوعات رياضية للكتيبة الإماراتية، ووجد أمامه دفاعات قطرية بمنتهى الجمال.
نعم، حارس المرمى شالها، حارس المرمى خلصها، خالد عيسى. يا سلام، أو عفوا باغشام. باغشام يرد على خالد عيسى بمباراة انسجال. المهم أمراض مزمنة والنوبات القلبية أو الدماغية والنوبات بشكل عام لا يحضروا هذه المباراة، يحطوا حبة تحت اللسان ويحضروها، وأنا أفضل عدم مشاهدتها لمثل هذول الأشخاص، لأن مباراة صراحة نار النار حامي الوطيس ما بين الإمارات وقطر. مشاهدينا الكرام عبر منوعات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، النقل الوحيد قناة منوعات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. تعود قطرية بانطلاقة بسرعة وامتياز بكونتراكات، لكن يهدئ اللعب الكتيبة القطرية الآن، حيث تكون أكثر نقلات وأكثر انتشار صحيح كما شاهدنا. لكن عاد الدفاع الإماراتي، لماذا تأخرتم بالكرة يا الكتيبة القطرية؟ عاد ونظم هجمة، نعم، بكرة قدم حديثة ببناء الهجمة من الخلف والكرات القصيرة والنقلات القصيرة ما بين الخطوط واختراق الدفاعات والتنويع باللعب، لكن لا ينجح بالاختراق من العمق. يعني هي كرة القدم الحديثة، التنويع باللعب والاختراق من العمق والأطراف والباصات الطويلة والأسيستات والبينيات، لكن الكتيبة الإماراتية لا تنجح بعد في اختراق الكتيبة القطرية من العمق إلا من الأطراف، وعندما يدخلوا إلى داخل منطقة العمليات تفرمل الدفاعات القطرية وتغطي المنطقة على الكتيبة الإماراتية. نعم، إماراتية ركنية، ركنية إماراتية، وطير السوبرمان للكتيبة العنابية. برشم سوبرمان الكرة القطرية يطير 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 يطير، يا سلام، ويحرم الكتيبة الإماراتية من الامتياز. يا سادة يا كرام، ما هذا يا قطر؟ ما هذا يا الإمارات؟ مباراة بمنتهى الجمال، كأس خليج ملتهب، كأس خليج هي الأفضل، البطولة الاستثنائية هي الأفضل على الإطلاق. خروج برشم، نعم، والحكم يقول والفار ضربة جزاء للإمارات، لكن يضيع تيغالي. ماذا ضيعت يا تيغالي؟ ضيعت كرة ضربة تأهل يا ولدي، ضيعت كرة ضربة تأهل وكنت أن تضرب بالمليان وتنقطع المباراة بيد ذهبية من حديد، وضيعت بداية الحلم للكتيبة الإماراتية نحو تعبيد الطريق للحلم الأكبر في التأهل للدور الثاني من خليج 25. تعود للإمارات بكونتراكات، بسرعة وفنيات وبترقيص وبمراوغات وبسرعة، ضرب الدفاعات القطرية واخترق، لكن تجاوز الجميع. لكن في مدافع شرس، قال له وين معدي؟ مغلق الطريق، لا تؤدي إلى الشباك القطرية رغم تعديه أيضا لمشعل برشام، لكن قل ممنوع تسجيل الهدف، ممنوع. لكن رغم المنع لكن بالكروس، بالكرة المنظمة الأخيرة، بالكرة الجماعية، بالباص الطويل الإماراتي ومن ثم الكروس بمنتهى الجمال. شوف وضعها خليل الحمدي على قدمي تيغالي كما يجب، وعلى الأصول، وعلى طبق من ذهب. إن شاء الله يقول له لسان حال تيغالي يأتي الذهب يا ولدي. وأتى أول أهداف للكتيبة الإماراتية بالمرمى القطرية.
يرد الكتيبة القطرية مباراة سجل، مباراة كبيرة يا السادة يا كرام، مباراة بمنتهى الجمال، هدف هنا وهدف هناك بكرة في شانينج، يا سلام، باص طويل، أوفر بمنتهى الجمال، أوفر مبكر بمنتهى الجمال، باص طويل على الأصول، ضرب به الدفاعات الإماراتية وسجل التعديل ومنع الكتيبة الإماراتية من التأهل والعبور للدور الثاني، ويقصيها من خليج 25 ويرسم أجمل الأماني للكتيبة القطرية هناك بالأراضي العراقية بأرض البصرة العراقية 25. نعم يا سادة يا كرام، كان معكم محمود الوديان معلقا وواصفا. الحب التقينا وعلى الحب وديعكم. مبروك للعراق تأهلا عن المجموعة الأولى وللمنتخب العماني، وأيضا مبروك عن المجموعة الثانية تأهل البحرين في الصدارة يا سادة وقطر. نعم، قبل ما أوديعكم بدي أذكركم لحسابات المجموعة الثانية مشاهدينا الكرام. نعم، بعد انتهاء المباراتين أصبحت على النحو التالي: بعد تعادل المنتخب البحريني أمام الكويت هدف لهدف، وبمباراة ثانية الإمارات تعادلت أمام قطر هدف لهدف، أقصي الكويت والبحرين والإمارات، وتأهل البحرين بالصدارة ب7 نقاط مشاهدينا، وقطر ب4 نقاط بالوصافة. نعم، بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي صاحب المركز الثالث ب4 نقاط، والإمارات العربية المتحدة بنقطة. عيال أو أحفاد زايد وأحفاد خليفة وعيال محمد أبناء الإمارة الباسمة، نعم، يخرجون بنقطة ويخيبون الآمال للشعب الإماراتي، وما كان هذا المنتظر إطلاقا للكتيبة الإماراتية، كان مرشح باللقب، لكن الترشيحات تذهب كأدراج الرياح. يا باودو، بنينا يا مدرب ويا كوتش يا كوتش المنتخب الإماراتي. الكوتش الإماراتي، المدرب الإماراتي كان ليس، نعم، الكوتش الإماراتي كان ليس كما يجب بكل تأكيد، ولا يصلح للمنتخب الإماراتي بكل تأكيد. على كل حال، نبارك لأسود الرافدين العراقي وللسيفين والخنجر عمانية هناك بالأراضي العراقية عن المجموعة الأولى، كما نبارك عن المجموعة الثانية للبحرين الأحمر البحريني بكل تأكيد، وللعناب القطري الصعود للدور الموالي للأدعم القطري مشاهدينا الكرام. ونقول هات لك من الأعماق للأبيض الإماراتي وللأزرق الكويتي، زعيم الكرة الخليجية. بس الكويت صراحة اللي يستحق أو المتوج بالتأهل، المتأهل الغير متأهل بكل تأكيد، المتوج بالتأهل الغير متأهل على الأداء اللي قدمه لا يستحق الخروج. لكن إنك تشاهد منتخب ناشئ، منتخب لسه ببداية الطريق الكروية، ويقدم هذا الأداء، ينبئ لمنتخب كويتي عالمي بالمستقبل، وعلى الصعيد الآسيوي راح يكون كما يجب، على الصعيد الخليجي والعربي وكما العالمي. هذا الجيل، وتذكروا كلامي جيدا، هذا الجيل سوف يعود بالكرة الكويتية لأمجادها للرعيل الأول، ويكون الجيل الذهبي القادم للكرة الكويتية، ويفرح كل شعب الكويت. هذا كل ما لدينا
من هنا من خليج 25 من أرض العراق الحبيبة، أرض الرافدين. نعم، ونشكرهم على حسن الضيافة والتنظيم. كان معكم معلقا وآصفا محمود الوديان عبر منوعات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. ونقول قبل ما أودعكم ماذا أقول لديكم أحبائنا بكل مكان. الرئة التي نتعب ونشقى